يا مساء الفل يا شباب. تخيل كده معايا سيناريو غريب شوية. انت قاعد في بيتك في امبابة او في شبرا بتشرب الشاي بالنعناع بتاعك، وفجأة تليفونك يرن واللي بيتصل بيك رقم امريكي. انت رديت وقعدت تتكلم وبعدين قفلت. السؤال بقى اللي هيجننك ومش هتلاقي اجابته غير في اخر الفيديو ده: لو انت حبيت ترن على نفس الرقم ده تاني، مين اللي هيرد عليك؟ وهل الشخص ده اصلا في امريكا ولا قاعد جنبك في القهوة اللي على الناصية؟ خليك معايا اخر الفيديو عشان تعرف الفول. ما علينا، خلونا ندردش شوية. في الأول احنا عايشين في زمن التطبيقات، بقت هي النفس اللي بنتنفسه. فاكرين زمان لما كنا عشان نبعت رسالة لحد كنا بنعد الحروف عشان الرصيد ما يخلصش؟ دلوقتي التطبيقات خلتنا نطلب أكل ونركب عربيات ونحجز تذاكر وحتى نلاقي شريك الحياة. بس التطبيق اللي جايبلك النهاردة نايتل فيرتوال فون نمبر مش مجرد تطبيق، ده طاقية الإخفاء اللي كلنا بنحلم بيها واحنا صغيرين. تطبيق وظيفته باختصار انه يديك رقم تليفون امريكي كندي بريطاني وانت قاعد في مكانك في مصر. طيب ده هيفيدني بايه يا فيلسوف عايز ترك؟ بص يا سيدي، خد عندك المواقف دي. انت دلوقتي فريلانسر وعامل فيها رجل اعمال وبتكلم عملاء من امريكا، شكلك هيبقى ايه وانت بتديهم رقمك بيبدأ ب010؟ اكيد مش بروفيشنال يعني. هنا بقى فاني تيل بيديك وبيدخلك ويديك رقم امريكي يخليك باشا في نظر العميل. طب سيبك من الشغل، مش ساعات بتدخل تسجل في مواقع او تطبيقات وتلاقيهم طالبين رقم تليفون لتفعيل واتساب او تليجرام وانت مش عايز تديهم رقمك الشخصي عشان رسائل الاعلانات المزعجة وتجار الكومباوندات اللي بيطاردونا في كل حتة؟ او التطبيق ده هو الحل، بتشتريه وتفعل بيه الواتساب وتعيش حياتك في امان وخصوصية تامة. طب نستخدم التطبيق ده ازاي بشكل صحيح عشان ما ناخدش بان؟ الموضوع ابسط من سلق البيض. اول حاجة بتنزل التطبيق من اللينك اللي هسيبهولك في الوصف تحت، بتفتح التطبيق وتسجل بحساب جوجل بتاعك. هتلاقي قدامك قائمة دول زي امريكا وكندا وبريطانيا، بتختار الدولة اللي تعجبك، تختار الرقم اللي يعجبك. وطبعا الخدمة ديت مش ببلاش يا ناصح، مفيش حلاوة من غير نار. التطبيق بيحتاج رصيد او اشتراك بسيط عشان تشتري الرقم. بعد ما تشتري الرقم بلاش تستخدمه في حاجات شمال عشان هيتقفل. استخدمه في تفعيل واتساب بيزنس مثلا او استقبل عليه مكالمات الشغل. واهم نصيحة: لو الرقم ده مهم لشغلك لازم تجدده اول باول عشان ما يروحش منك ويروح لحد تاني ياخده، لان دي ارقام افتراضية وبتتكرر لو صاحبها سابها. نيجي بقى للكلام اللي بجد: مميزات وعيوب التطبيق ده ايه؟ المميزات بصراحة الصوت فيه نقي جدا كأنك بتكلم من خط أرضي، والدعم الفني بتاعهم سريع جدا وبيردوا بسرعة على واجهتك مشكلة. وده مش كلامي، ده كلام الناس وهنشوف دلوقتي. كمان واجهة التطبيق سهلة ومش محتاجة مهندس اتصالات عشان يفهمها. اما العيوب بقى بصراحة كده ان التطبيق مش مجاني بالكامل، يعني لازم تدفع عشان تاخد رقم مميز وتستمر عليه. كمان ساعات بيحتاج نت قوي شوية عشان المكالمة متقطعش، يعني لو النت عندك بعافية ممكن تعاني سيكا. طيب الناس بتقول ايه؟ دخلت قلبت لكم في التعليقات الناس في جوجل بلاي عشان اجيب لك الخلاصة. اغلب الناس مبسوطة من فكرة تفعيل الواتساب، بس في ناس بتشتكي من سعر الاشتراكات. واكثر تعليق لفت نظري واخد لايكات كتير من واحد اسمه احمد بيقول: التطبيق ممتاز لتفعيل واتساب الامريكي والدعم الفني ساعدني لما الكود ما جاش، بس يا ريت تقللوا الاسعار شويه عشان الدولار مبهدلنا. وده فعلا بيلخص لنا حالنا كلنا. لو التطبيق ده مش عاجبك او عايز بدايل، عندك تطبيقات تانية زي نوميرو اي سيم او تو اند لاين او تكست ناو. بس خلي بالك، فاينتل بيمتاز عنهم في استقرار خدمة شوية. نرجع بقى لسؤال الحلقة واللغز: لو رنيت على الرقم الأمريكي ده مين هيرد؟ الإجابة هي انت لأن التكنولوجيا دي اسمها فوي أو VoIP، يعني صوت عبر الإنترنت. الرقم وهمي بس الاتصال الحقيقي. فلو انت في مصر ومعاك الرقم، أي حد يرن عليا من أمريكا تليفونك انت اللي هيرن في الجيزة. سحر ده ولا مش سحر؟ لو عجبك الفيديو تطبيق النهاردة ما تنساش اللايك المتين والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد في عالم التطبيقات. سلام يا رجالة.